حبايبي اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين الماسور كان عندي قافش، فطبعا يعني يا دوبك عرفت اطبخ. فطبعا المواعين والحلل 1 2 3 4 ما نعدش في العدد في الليمون. وطبعا معانا كوبايات، يعني كوبايات واطباق. فهنخلص الاول السهل، هنخلص الكوبايات الاول ونخش انا وانتوا بقى ايه في ماتش الحلل. نخلص الكوبايات والاطباق ونبدا في ماتش الحلل. انا سالي بحب غسيل الحلل قوي قوي قوي، يعني سلكتي، صابونتي، بريلي، فيبتي، اي حاجه، واضحك. وفي الاخر اقول يا ايدي يا رجلي، وفي الاخر ما اعرفش انام من دراعي. بس لازم باخدها تحدي عشان ماما عندها بقى ايه الحلل بتاعتها بتبرق. اقول لها اشمعنى انا؟ يعني انا هوريكم صينيتين دعكتهم، هم ما كانوش كده بس حلوين، اجي اوريهم لما تقولي برضه، بس انا هجيبهم لكم واوريهم لكم. بذمكم ما بيبرقوش؟ مش مزغللين في عينيكم؟ وتقول لي لا مش كده برضه. كده ايه يا ماما؟ ده انا كان هنا اصفر وكان وحش. تقول لي، قلت لها بصي هي على فكره هي الالمونيا اللي فيها العيب مش الغسيل، هي الالمونيا اللي مش حلوه. اعمل لك ايه؟ والله اهو بيبرق. انا بتوع ما كانش كده. طب انا هوريكم الكبار بقى بتوعهم شكلهم ايه عشان تعرفوا الفرق. ثانيه مش مصدقاني يعني دي الكبيره اهي، كان الصغير زيه كده، وبالتحدي وبالسلكه بقوا كده قبل وبعد. فعشان كده لسه عندي دي واتنين منهم، فهظبطهم بقى. بس ايه، اخلص الحلل الاول. والنبي اكتبوا له وقولوا لي خلي طنط تقول لي غسيلك حلو بيلمع يسوس. اخلص بس الكوبايات عشان الحوض يبقى فاضيلي بقى بالفوطه، وانزل بالحله وربنا يعيننا يلا جميعا. يلا حبايبي، هنقل بقى الحلل من هنا لهنا عشان اجيب الترابيق اسمها ايه الصينيه اللي هطلع عليها بعد الغسيل. اوعوا تقعوا والدين تربك الدنيا. مكانهم بقى شوربه ومكرونه، وكان في صلصه ورز. يعني انا اوريه لكم احسن حد يقول لي لما الحلل النضيفه، عشان فاهمه الحاجه اهو. لما الحلل النضيفه وجايه تغسليها لنا، هوريكم حله دلوقتي، وهدردش معاكم برضو عشان ايه اللي مش عارفني نلحق قبل ما الموتور يقفش تاني. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونوفر في الميه ونظبطها ونبدا بالكوبايه. عشان ايه في ناس ممكن ما يبقوش عارفين ايه. انا هعرفكم عن نفسي دلوقتي. انا هقول لكم 1 2 3 السوسو عامل ايه، والسوسو مين. بصوا يا جماعه، انا اسمي سالي، ومعايا عمر وعلي وسيف. عمر وعلي توأم، عندهم ايه 10 سنين، وهم في سنه 5. والأوفة او سيف فين؟ وسيف عنده 4 سنين و3 شهور في الحضانه. وانا خريجه كليه اداب قسم علم نفس جامعه المنصوره، واحنا من المنصوره محافظه الدقهليه، ومتجوزه بقالي 12 سنه. وايه تاني؟ بس معلومات تاني. وبحب اخواتي، اخلص الكوبايات. وبصراحه انا عايزه ادردش في حاجات بس مش عارفه ابداها منين. انتوا لو في مره بقى تقولوا لي اسئله وانا في فيديو ابقى ايه اجاوب، عشان ما اتكلمش انا عن نفسي وتقولوا ايه البنت اللي جايه تتكلم عن نفسها دي. اكتبوا لي في الاسئله في الكومنتات اسئله ايه اللي تحبوا تعرفوها وانا اجاوب على طول. انا من اول قلم بقول انا بس من اول قلم تلاقوني بجاوب على طول. انتوا بس قولوا لي وتلاقوني لسانك، اخواتي يقولوا لي لسانك ما بيتبرش منك فل ابدا. اقول لهم كان بابا اول ما يجي من الشغل اقف على الباب افتح له اقول له بابا حصل كذا وكذا وكذا وكذا، بابا احنا طابخين كذا وكذا وكذا، بابا مين اللي جه عندنا ومين اللي ما شاء الله عليا يعني ما توصاش. حبايبي انا خلصت الكوبايات بقى، وطبعا المعالق برضو لها نفس بالسلكه برضو ايه وبغسلها. وبرضو كنت عايزه اتكلم معاكم في نقطه الصبر
فعلا اللي بتصبر بتنول. يعني انا هتكلم عن نفسي في النقطه دي. انا اتجوزت، سافرت عروس، يعني سافرت، اتجوزت وزوجي سافر، وانا رجعت بيت اهلي تاني بشنطتي، بشنطه هدومي تاني، ولا شقه ولا عفش ولا حاجه زي بقيه العرايس. وتقول لك ايه انا ذات نفسي قلت انا ما فرحتش بحاجتي. فعلا انا ما كنتش جبت اصلا على قد الجهاز اللي هو بابا كان جايبه لنا، اللي هو حاجه المطبخ والاجهزه. انما بقى مفارش والخشب والكلام ده كده ما جبتش بقى. والحمد لله قعدت على قد ما قعدت في الخارج في السعوديه. وتيجي بقى تجيبي لسه شقه وتجهزيها وتجيبي عفشك. يعني لما تبقي داخله شقتك اول مره معاكي تلات اولاد، ربنا يخليهم له ويبارك فيهم، غير ما تبقي الواحده داخله بقى عروسه بفستانها وبحاجتها. احساس احساس تاني، احساس تاني بصراحه. يعني بس كل واحده فعلا لما بتصبر الله اعلم. انا لما كنت هتجوز في الاول كنت هجيب شقه مؤقت. دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني وجبت التمليك. فهو كده، اصبروا هتنولوا ان شاء الله. الحلالية مش نظيفة، مش نظيفة اهي، اهي مكانها الرز، والتانية مكانها الفشار. اها زيتها. سلكتنا الجميلة، صابونتنا اللذيذة، ميتنا السخنة، يا ايدي بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي ما بقول لكم كده، فعلا انه بتصبر بتنور بجد والله. بس انتوا اصبري، اصبري ومشوا امورك. يعني انا زي ما بقول لكم انا ما فرحتش بحاجتي الا لما خلاص جيت. يعني كل اجازه كنت بنزل عند والدتي او عند والدته، ما كانش فيه لسه شقه خلاص. لما استقريت ونزلت نهائي، لما نزلت نهائي بدات اجيب شقه واقعد. انما غير كده انا كنت بنزل اجازات هنا وهنا، مصيف كذا، ما كنتش ما كانش ليا شقه ولا فرحت بحاجتي اللي بابايا جايبها لي الا لما خلاص استقريت وقعدت وفرشت بقى مفارشي وملاياتي وكل ده. انا كنت بستخدم اللي جايه بيه او كده، مش حاجتي اللي فرحت بيها. تفرحي بحاجتك بقى وانت معاكي 3 اولاد، حاجه تانية قوي لذيذه. بص يا حبايبي بقى، ترغي قوي، يعني كل شويه ترغي لغايه اما بتبقى الالومنيا عامه بتنزل اللي هي اللي اسمها الاسود. في ناس مسميها جنزره، في ناس بدل الصابونه بتجيب فحم وبتغسلها بالسلكه. فانت اقعدي راحه جايه كده، تغسلها دور، وبعد كده شويه تقومي مبيته يعني مش مبيته، يعني مش هنبيتها، يعني نركنها شويه بالصابون عليها كده لغايه اما نرغي واحده تانية لغايه ما تلاقيها فل. يعني ده لسه اللي هو اللي كان بسم الله الرحمن الرحيم، التيكت اللي بيبقى مكتوب على اسم الحل دي الاهرام. بس بطرف السكينه كده هشتلها عشان ما تتجرحش، وتقومي برضو مديها. كل ما هتغسليها غسله في غسله هتلاقي ضرب. وطبعا برضو من هنا من عند الايدين كده عشان بتبقى برضو النار تعلى عليها. يعني في الاخر عايزين الحله مرايه. شفتوا بترغي ازاي وجميله. اخواتي ما لهمش في الحلو، اقول لك كفايه عننا الاطباق. وحشتوني يا ولاد الذين، وحشني الفيديوهات معاكم سمر وسند. هشطفها بقى ونشوفها في الاخر المرايه. سايباهم منقوعين اهو. خش في الغطيان برضو تغير السلكه وتدي بالصابونه تاني. وبرضه حبايبي كنت عايزه اتكلم معاكم في حكايه اللي هي اللي ما شاء الله اللي بشوفها مشتريات العروسه وتجهيزات العروسه. ايه الافتراء ده؟ ايه الافتراء دي اللي الواحده بتجيبه وفي الاخر تقولك حطيت الباقي تحت السرير وتحت الحوض وفي البلكونه وفي اوضه عاملينها للخزين وحطيت فيها الباقي. طب ايه لازمته؟ ليه لازمته تكلفي اهلك وفي الاخر تخزنيه عشان المنظره؟ عشان المنظره الناس تيجي تتفرج، ياه ده جايبه، ياه ده باباها ما استخسرش، وفي الاخر بابا سايباه في الديون. ليه والله حرام، بيصعبوا عليا الاهالي بجد. الواحده تمشي على قدها وتجيب الحاجه الحلوه الشيك اللي هي اللي هتستخدمها. مش كام طقم حلل. انا ذات نفسي انا داخله بطقم الالمونيا وطقم ستانلس، ولا ما جبتش حتى التيفال. هي اللبانه بس، اللبانه التيفال. كل واحد يجيب على قده واللي هيمشي عليه.
انا محتاجه تاني اجيب، انما ما اسيبش اهل. اصلا عمري ما هاخد من جوزي واقول له هات بقى، اصلا بابا عليه القسط، بابا عليه القسط بتاع الجهاز بتاعه. عمرها ما هتحصل طبعا. فعشان كده اتقوا الله شويه في اهاليكم. متضايقتي هطلع غل في الحل. نبدا بقى نشطفها. سمي الله كده. باين باين. غطا غطا. ومعاك الميه السخنه هتساعدك. انا حطاهم تحتها عشان ايه الميه تنزل تشطف الباقي يعني. ما شاء الله. وطبعا انتوا عارفين بيبقى في الميه، عارفين طبعا بيبقى مكان الرز هنا بيبقى اسود لما بتيجي الطبخه. انت لما بتبقي عايزه بيقولوا تحطي زيت في الغطا وتقومي قافله الغطا كده على الرز، هتلاقيه ايه يتبخر عليها وما ما يعملش هنا اللي بيبقى لونه اسود. انا مبسوطه والله ان انتوا معايا النهارده، شجعتوني ان انا اغسل الحله اهي. بقى نخش بقى في الايه، في الجد. حمار وحلاوه على السكينه يا ريس. لسه معايا واحده. والستانلس برضه انا هوريهولكوا واقول لكم نوع الحلل بتاعته ايه. هو حلو قوي، بستخدمه في الرز خضار، حتى بسبك فيه بقلب فيه البصلايه عادي. ولو اتلهفت بالسلكه كده عادي بتلاقيكي ايه طلعت معاكي، مش حكايه اتلهفت تسود لا. حلو، حلله كويسه، مقاساتها حلوه يعني. هما 5. اتصور جنبها. تعالي يا ماما شوف غسيل بنتك يا ماما اللي بتنزلي من كرامتي ومن قدراتي الفنيه والاهرام. نجيب الاستانلس ونيجي بقى حبايبي. دي الاستانلس اصغر حله فيه، بحبها قوي يعني. اي خضار اي حاجه بتتسلق اوريكم اسمها ايه ومكتوب عليها ايه برضه. وتقيله ما شاء الله، مش خفاف. هما 5 قطع واحجامهم حلوه قوي يعني. دي الصغيره ودي الوسط. في واحده زيها اكبر سنه، اكبر هبابه. اسمها بسم الله الرحمن الرحيم الصفا. تركي، ميد ان تركي. واللي هي ايه 8/10. هي مقاساتها بقى ايه، في من مقاساتها في 18 وفي 8، ولا انا مش عارفه المقاسات. لا 10 9 وده 10. ايوه دي 9 وده 10 بتاعتها. وبرده ايه الغطا لسه ما اتغسلش، شكلها تبقى محندقه وصغننه كده. هخلصهم بقى واوريكم الحوض في الاخر بقى ان شاء الله، عشان ما اطولش عليك الفيديو. كده الحوض خلص اهو زي ما انتم شايفينه، برو. طيب حوضنا برو، ايدنا لسه ما برقش طبعا من السلكه والصابونه. هحط شويه شاور بس عشان يبقى ريحتها حلوه ايه، ومكان الصابون ونغسل ايدينا كده، عشان مكان الصابون بيبقى فعلا ريحه مش كويسه. عشان احنا عارفين طبعا ان الصابون ده من الزيوت والكلام ده. ونشطفها. ننشفها قوي عشان معانا ايه بقى ايدنا طبعا ما ننساهاش في الكريم. واحنا طبعا استخدمنا الميه سخنه، استخدمنا سلكه، استخدمنا صابونه، فايدنا في الشتاء فهتبوظ. ده كريم طبعا، هو زمانكم مظبوط عندكم كريم للايدين. هنحط طبقه بس خفيفه منه كده، مادام خلاص احنا خلصنا مفيش حاجه هنعملها. طبطبه على ايدك كده، ايدك لها نفس برضه. فكده خلصنا حضنا وخلصنا ايدينا. ربنا يدينا الصحه كده ويعيننا جميعا وتخليها تتغوط كده. الله. يلا حبايبي، مستنوني تاني في فيديوهات تانية. بحبكم كتير.